البنت اللي قدامكم دي اسمها نورة، وعملت جريمة من أبشع الجرائم اللي حصلت في مصر. قتلت شاب وحطته جوه الدولاب في نفس أوضة النوم بتاعتها، واللي حصل بعد كده ما كانش على قد القتل بس، طلعت جريمة أبشع وأوسخ من كده بكتير. سنة 2016 في مصر وتحديدا في منشية ناصر كان في بنت هناك اسمها نورة متجوزة وقاعدة في بيتها مع جوزها وبنتها. يوم 25 رمضان جوزها رجع البيت الساعة 2 بالليل، استقبلته بكل هدوء، دخل كل وبعد كده جه عشان ينام. كانت بتمنعه بأي طريقة إن هو ما ينامش في أوضة النوم. وده ليه؟ لأن نورة قتلة شاب اسمه وليد وحطاه في الدولاب بتاع أوضة النوم. المهم جوزها أصر ودخل ينام في أوضة النوم وعادي نام، واليوم عدى وكأني مفيش أي حاجة حصلت. تاني يوم بالظبط نورة كلمت أخوها وقالت له إن في مندوب مبيعات جالها وخبط عليها على الباب وكان عايز يعتدي عليها، وهي قتلته وحطته في دولاب أوضة النوم. أخوها اقتنع بكلامها وقال لها لازم نبلغ الشرطة، وفعلا بلغوا الشرطة. الشرطة أول ما وصلت بدأت تسأل نورة إيه اللي حصل بالظبط. قالت لهم إن أنا كنت قاعدة في بيتي عادي جدا، وجي واحد خبط عليا، جيت أفتح الباب لقيته مندوب مبيعات، وأثناء هو بيتكلم معايا كان عاوز يعتدي عليا، فأنا قتلته وحطيته جوه الدولاب. ولأن الكلام ما كانش فيه إقناع والكلام غير منطقي تماما، الشرطة بدأت تشك، وفعلا شكهم كان في محله، وبدأوا يسألوا ليه واحدة تقتل واحد وتحطه ليلة كاملة في دولاب أوضة النوم من غير ما تقول لجوزها ولا تقول لأي حد حتى من قرايبها. وبدأوا يفحصوا الجثة، وهم بيفحصوها لقوا تليفون الجثة في جيبه، وده السر الوحيد اللي هيكشف الجريمة بالكامل. فتحوا تليفون وليد ورجعوا سجل المكالمات عشان يتفاجئوا إن وليد ونورة يعرفوا بعض قبليها بسنة، وتحديدا في 2013، وده كان أول خيط يأكد الشك بتاع الشرطة. المهم اتفتح التحقيق مع نورة إنها مجرمة مش إنها ضحية، ومع الضغط نورة اعترفت بكل حاجة وإنها هي اللي قتلة وليد. وده ليه بقى؟ القصة تبدأ سنة 2013. نورة كانت قاعدة في البيت عادي جدا وجوزها في الشغل، وجوزها أحيانا بيبات بره بسبب شغله، وأحيانا برضو لو رجع بيرجع متأخر عشان شغله. فنورة تعمل إيه؟ نورة نزلت تتمشى في الهوا شوية، وهي بتتمشى قابلت وليد، والعلاقة ما بينهم بدأت تكبر أكتر وأكتر، لأن جوز نورة كان أحيانا بيبات بره البيت كتير، وأحيانا برضو لو رجع البيت بيرجع البيت متأخر جدا على أساس إن هو ياكل ويخش ينام على طول. ومن هنا بدأت العلاقة ما بين نورة وبين وليد. في الأول كان مجرد مكالمات بس، يعني ما كانش في أي حاجة غير مكالمات مقابلات، لحد ما وصلت لعلاقة محرمة بتحصل كل يومين والتاني. وده طبعا كل ده كان بيحصل في غياب الراجل الشقيان اللي هو جوز نورة. في يوم من الأيام هما الاتنين قاعدين مع بعض، وليد طلب من نورة إنها تتصور، والصور دي تكون من غير ملابس هي وهو مع بعض. نورة في الأول رفضت، لكن بعد كده وافقت، وفعلا اتصورت لوليد عدد كتير من الصور والفيديوهات. العلاقة دي نهايتها مستمرة شوية حلوين ما بين نورة ووليد، لحد ما في يوم نورة بدأت تحس بالذنب وقالت لازم تنهي العلاقة دي، وفعلا قالت لوليد الكلام ده، لكن وليد ما اقتنعش بالكلام ده وكان عايز يعمل العلاقة غصب عنها، وبدأ يهددها ويقول لها لو انت ما عملتيش كده انا هبعت الصور لجوزك وهفضحك. تاني يوم بالظبط نورة طلبت من وليد ان هو يجي لان جوزها في الشغل وهي محتاجاه. المعلم وليد راح، واثناء وهم قاعدين نورة طلعت سكينة من تحت المخدة ورشقتها في قلبه، والطعنة دي جت في عضلة القلب، وفي نفس اللحظة وليد كان فارق الحياة. فبعد كده نورة شالت وليد وحطته في الدولاب، وفي الوقت دوت ومع الاعترافات جوز نورة كان مصدوم باللي بيسمعه، لأنه كان واقف معاها لآخر لحظة، لأن كان مقتنع بكلامها وكان مصدقها وبيثق فيها. وفي النهاية نورة اتحكم عليها بالإعدام، وحسب الله ونعم الوكيل في كل واحدة بتفكر بالتفكير الزبالة ده. وأنا عايز أقول إن الثقة الزيادة غلط، والحب الزيادة غلط برضه. مهما كان الإنسان اللي قدامك لازم تكون واخد بالك جدا أنت بتتعامل معاه إزاي وهو بيتعامل معاك إزاي، مهما كان هو مين، إذا كان قريبك ولا مراتك ولا أخوك مهما كان. والحلقة لحد هنا خلصت، لكن ما تنساش تكتب لي رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.